السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة بيزنس على السريع. النهاردة نتكلم على الفرق ما بين السلعة والخدمة وازاي نسوق ما بينهم، الفرق ما بين التسويق ما بينهم، وهل ممكن نجمع ما بين السلعة والخدمة ولا لازم تبقى كل حاجة منفصلة. مبدئيا في مصطلح بيقولوا منتج. انت بتقدم، يسألوك انت بتقدم منتج ولا خدمة؟ لا، هو الصح انت بتقول هل بتقدم سلعة ولا خدمة، لان المنتج البرودكت تحتيه السلعة، والخدمة اللي هي الجودز اند سيرفيسز. طب ايه الفرق بين السلعة والخدمة؟ السلعة دي حاجة ملموسة، ليها حجم، ليها ملمس، ليها وزن، فانت تقدر تجيبها مثلا زي تانجبل يعني. فانت مثلا تروح تشتري شوكولاته، تشتري عصير، تشتري ميه، تشتري كتاب، تشتري اساس مثلا. فالحاجات دي كلها ايه؟ تانجبل، تقدر ملموسه. لكن الخدمه دي حاجه غير ملموسه، بتعتمد على التجربه والاحساس. فمثلا انت هيلث كير سيرفيس اللي هي الرعايه الطبيه، فانت بتشوف الرعايه الطبيه كانت في المستشفى كويسه ولا لا. خدمات التسويق والاستشاره مثلا، خدمات القانونيه، رحت عند محامي وعمل لك مثلا خدمه، فبتشوفها هي صح ولا غلط وتقيمها. مثلا لو بتروح مثلا جيم، حد مدرب بيدربك وبيديك الورك اوت بتاعك، فهل ده برضو بتشوف الخدمه بتاعته كويسه ولا لا؟ فدي الخدمات. طيب السلع بتعتمد على، لما اجي اسوق، ايه الفرق ما بين التسويق ما بينهم وهل هتفرق؟ هتفرق طبعا. التسويق للسلعه انت بتسوق للفيتشرز او الحاجات اللي هي المميزات اللي عندك في السلعه بتاعتك، اللي هي الحاجات مثلا هتلاقي مثلا ان انت مثلا لو بتسوق لموبايل، فهتقول الموبايل بتاعي شاشته كويسه، كام انش مثلا، الباتري لايف بتاعته كويسه، البطاريه بتعيش عمر طويل مثلا او بتحتاجش تتشحن كل شويه، الستورج كاباسيتي بتاعت الموبايل عاليه. هتبتدي تتكلم عن الفيتشرز بتاعته. فانت لما تيجي تسوق هتسوق مثلا في شكل مثلا فيديوهات عن الفيتشرز بتاعت الموبايل بتاعتك او المميزات بتاعت الموبايل بتاعك. اما بالنسبه للخدمه، انت بتسوق بتحاول تجيب تقييمات العملاء بتوعك، او يعني الريفيوز بتاعتهم. هم حبوا حد جرب الخدمه قبل كده وعجبته وكتب مثلا كومنت او خليته يعمل لك تستيمونيال، بنسميها تستيمونيال في التسويق عندنا، يعني شهاده من العميل بتاعك، فبتعرضها لحد تاني عشان تجذبه ان هو يجي للخدمه بتاعتك. فمثلا حد عملت له خدمه مثلا عملت له كوتشنج او للموظفين بتوعه، عملت لهم تدريب على حاجه معينه، فهتروح لشركه تانية، هتبتدي ايه؟ تستخدم الشركه الاولانيه اللي انت الناس عجبتها وحصل تغيير في الاداره او في التسويق او في طريقه اي مكان، تبتدي تستخدم الريفيوز بتاعت الناس والكومنتس. مثلا هتبتدي الريفيوز بتاعتك او الريت بتاعتك يزيد على السوشيال ميديا بتاعتك، مثلا 5 ستارز في الريتنج، فانت كده والكومنتس مثلا بوزيتيف او كويسه، فده معناه ان حاجه كويسه الخدمه بتاعتك. طب هل ممكن اجمع ما بين الخدمه والسلعه؟ طبعا. وطبعا الشركات دلوقتي بتستغل هذا، يعني الطريقه ديت عشان تتميز في السوق وعشان تكسب ولاء العملاء اكتر. فمثلا هتلاقي مثلا لو انا بقدم سلعه مثلا زي ببيع غسالات وثلاجات مثلا، فايه اللي هيميزني في السوق؟ ان انا هزود مع السلعه بتاعتي خدمه، ان انا مثلا اخلي فيه تركيب مجاني او توصيل للبيت مجاني، ضمان او صيانه دوريه. طبعا الحاجات دي برضو بنستخدمها في التسويق، ان انت بعد كده مثلا تدي مثلا سنه ضمان، وبعد كده ايه لو حصل ان سبير بارتس بتاعتك او اللي هو الاجزاء مثلا عطلت او كده، بعد كده بتدفع فلوس. فدي برضو طريقه انك لونج تيرم ريليشن شيب مع العميل بتاعك. فلما بيجي يسوق بقى الحاجه خدمه فيها او سلعه فيها خدمه، بتستخدم ولاء العملاء، يعني بتحاول تسوق ان هو العميل بتاعي بيبقى عنده ولاء ولونج تيرم ريليشن شيب، وتبتدي تشتغل على الحته دي. كاستمر لويالتي بروجرامز، البوينتس مثلا، ان انت تجمع له النقط ان هو بيجي دوريا او يعني على طول فريكوينتلي ليك وياخد الخدمه. فدي الفرق ما بين السلعه والخدمه. طبعا لما بنجمع ما بينهم بنسميه هايبريد برودكت او المنتج الهجين، فاللي هي دي الجمع بين السلعه والخدمه. ده فيديو النهارده، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.